الجيم أسوأ مكان وأوسخ مكان ممكن تدخله في حياتك. المفروض يسموه الجحيم. واللي يقولك أنا بستمتع بالتمرين فيه قول له أنت كذاب، ووريني كده إزاي هتلتزم فيه أصلا. وتلاقي كمان الناس تقولك ده أنت شكلك فاضي ما وراكش حاجة تعملها، الجيم ده بتاع الفاضيين. الأكل الصحي بقى والرجيم وشرب الماء الكتير طعمهم زي الزفت، أكل عيانين من الآخر يعني. والالتزام عليهم صعب برضه. ولو انت معزوم عند حد هتضعف وتاكل اكل لذيذ بس مش صحي. ولو قلت لهم انا عامل رجيم يتريقوا عليك ويقولوا لك ليه هو انت عيان بعد الشر، انت بتدلع صح. كل محدش واخد منها حاجة، بر نفسك يا راجل. الادخار بقى والحرص على المال والتحويش اوسخ قرار ممكن تاخده في حياتك. بتحرم نفسك من متع الحياة كلها، وتحرم نفسك من الأكل واللبس والخروجات وشراء كل اللي نفسك فيه. الالتزام عليه صعب برضه. وممكن تفضل حارم نفسك سنة وفي يوم واحد بس تشتري حاجة ملهاش لازمة تضيع كل حاجة. والناس تقولك ده انت معفن وبخيل والكفن ملوش جيوب، ويبعدوا عنك ويقطعوك. الصلاة والانتظام عليها بالأخص صلاة الفجر متعب ومرهق، والنوم أحلى بكتير. كمان إنك تصلي الخمس فروض وتصحى من نومك لصلاة الفجر ملل صح صعبة. وتلاقي الناس تقولك إيه يا عم، أنت هتعمل لنا فيها شيخ والشاب المؤمن راح الجامع وراجع من الجامع؟ يا راجل ساعة لقلبك وساعة لربك. مش ده اللي بيحصل وبيتقال ولا أنا بألف من دماغي؟ مش ده الواقع والحياة بتاعتنا؟ دلوقتي انت سمعت الكلام ده صح؟ اكيد انت بقى مبسوط ومرتاح صح ولا انا غلطان؟ لاني باكد على احساسك ان الالتزام على الحاجات دي صعب وكلها افعال متعبة ومملة وما فيهاش متعة وكلها ذل وحرمان ومرمطة، صح ولا انا غلطان؟ الالمان بقى بيقولوا ايه؟ لازم يكون في متعة ومرح والا هتحس بكراهية وملل من الحاجة اللي انت بتعملها وتقرف منها وتتعقد وتلعنها. يبقى الحل انا مش مطلوب مني اعمل حاجة تتعبني وتقرفني، لازم اشوف طريقة سهلة للتنفيذ وفيها متعة عشان اكمل. الكسول لو اشتغل بيفضل يفكر في اسهل طريقة ينفذ بيها شغله وبيستمر على كده، وبيكون الموظف المثالي كمان. انت هنا معايا عشان تسمع الحل وعايزك تركز في الكلام اللي جاي ده كويس. الجيم اعمله اول لما تصحى من النوم. لو عرفت تشتري دمبلز وبار حديد بالبيت هيوفر وقت كبير معاك. هتقول لي طب ده غاليش. احسب اشتراك السنة كله عامل كام في الجيم هتلاقيك صرفت نفس الفلوس. وخلي التمرين وقت قليل، ساعة الا ربع مثلا اقصى حاجة. ركز على تمارين تقوي عضلاتك وامشي كتير. استغل اي مشوار رايحه في المشي، مش لازم تركب اسانسير ولا مواصلات. مع الاستمرار هيكون في نتيجة انت راضي عنها. نرجع تاني بقى للألمان بيقولوا ايه؟ الجبل مبني من حبات الرمل والمحيط متكون من قطرات المية. يعني كل حاجة متكونة من حاجات صغيرة. يعني كل يوم بتبني في حياتك وفي نفسك حاجة صغيرة. الأكل الصحي والرجيم فكرته الأساسية إنك تكون شبعان مش جعان. يعني إيه الكلام ده يا محمود؟ ما هو أنت لو جعان بسبب الرجيم مش هتستمر عليه أصلا وهتكرهه. الفكرة إنك ما تكونش محروم. يعني أنا مثلا باكل كل حاجة بس عارف باكل إيه وطريقة الطبخ إزاي. واليوتيوب مليان فيديوهات تعلمك تعمل اكل لذيذ وصحي. يعني انا مثلا بعمل ايس كريم وكيك وبسكوت وبيتزا وكشري وكل حاجة بسعرات حرارية قليلة جدا وصحية كمان. وعلى رأي امي البطن ما بتشكرش، البطن دي عاملة زي الفرن، مهما تحط فيها حطب ما بتشبعش وبتبقى عاوزة تانيش. مهما تاكل مش هتشبع وهتفضل تشتهي كل حاجة. اعمل لنفسك نظام طول الشهر ملتزم بالرجيم، عشان هيجي يوم وتخرج او تتعزم عند حد وتاكل براحتك هناك. دي تكون المكافأة بتاعتك وترجع تاني يوم لحياتك الصحية. نيجي بقى للادخار والحرص على الفلوس والتحويش. فكرته الأساسية إنك تشتري كل اللي أنت محتاجه وتقفل على كده، لكن ما تشتريش كل اللي أنت عايزه أو بتتمناه، لأن الفرق كبير قوي بينهم. الإنسان بيتمنى الدنيا كلها، يعني مهما يشتري مش هيرضى. زمان لما طلعوا الموبايلات كانت بشاشة أبيض وأسود والنغمة كانت عادية. الجيل التاني بقى طلعوه كانت بشاشة ملونة ونغمة مجسمة، الناس جريت واشترت. بعدها الجيل التالت الشاشة بقت حقيقية وبقى بيغني والناس جريت اشترت لحد ما وصلنا للي احنا فيه النهاردة، التليفون الذكي. فالإنسان عايز الدنيا كلها مش بيشبع أبدا. فنصيحتي ليك اشتري أكلك شربك واقتصد فيهم كمان. وما تمشيش الا بالورقه والقلم. تعمل ميزانيه لمصروفاتك الاساسيه: اكل شرب علاج كهرباء ميه نت مواصلات. ولما تكتب هتعرف فلوسك بتروح فين كل شهر.
الصلاة لازم تعملها بحب، مش كأنها دين بتسدده عليك. خلي بالك ربنا مش محتاج صلاتك أبدا، انت اللي محتاجها. انت اللي بتغرق كل يوم في دوشة الدنيا، والصلاة هي اللحظة الوحيدة اللي بتروح فيها تتنفس. الصلاة مش أوامر 5 صلوات في اليوم، الصلاة 5 فرص في اليوم إنك ترجع لنفسك تاني وتعيد حساباتك مع ربنا. أنت بتروح تقابل ربنا كل يوم 5 مرات، يعني المفروض تكون سعيد ونشيط ومرتاح. النصيحة الذهبية ليك: الحياة أبسط مما نتخيل، وسر السعادة إننا نفهم إزاي نعرف نعيشها من غير ما نعقدها على نفسنا. لو شايف إن أنا غيرت حاجة في تفكيرك، ما تنساش اللايك والاشتراك وتعليق حلو كده منك لأخوك يرفع الفيديو.